بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ريق درسك الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله بدال فاوني توحيد دي واتربي أي توحيد عملي توحيد علمي. عملك توحيد علمك توحيد. دين يفوق الشيخ بيان قربي دي واتربي مثالتك أدي مثالتك ودليل أبي توحيد عمل توحيد علمك يعني دليل تا حساب غير من غير فلان ما لا فواني. يفوق الشيخ بدال فاوني حفظه الله فتعلم أنه الملك الرزاق المدبر المتصرف في هذا الكون، فاهتباء إنجينها مكشورون ورفراتك أي الله سبحانه وتعالى أدي إمها رزق دبوا فراتك بس الله سبحانه وتعالى كنت يبا إنجينته أدي مكونك إمها كانت تك بدل قربا تدبير قربا رابوا هنجوا فراتك بس الله سبحانه وتعالى كنت يبا إنجينه. إكلانجك أي الذي خلقك لتعبده وحده، أي هم إكني الله سبحانه إكوانت الله سبحانه وتعالى ألكم كرمتك تباه الدبي رس كلانجه تباه الدبي الله سبحانه وتعالى ألكم كو إله إكوانت كرمتك وتخصه وحده بالطاعة والتذلل. أدي كلانجه هم إكني إكلانجه كيمن تريو مشا أدي كلانجه نكمتكن أدا كرمتك. فلا تسل إلا الله، فاتباع الله فيها وإن بس فراتك النيدش. ولا تدعو إلا الله، تباع الله فيها وإن بس فراتك دعاء نكراش. ولا تستغيث إلا بالله، أدي الله فيها وإن بس فراتك تباع سلامة ركاتك من نيدش. ولا تطلب المدد والعون إلا من الله، الله فيها وإن بس فراتك تباع هيترك مدد نيدش. هذا هو التوحيد، توحيد كيمي الذي هو أساس الدين، أي دينك أساس دينك بينغا. وروح الإسلام، إسلام دينك روح. وعنوان السعادة أدي إمها باج جبري كمغ سرخي مول إسلام دين بناوك وني توحيدك مچا. ولا صلاح للإنسان ولا زكاء له، إنسان إصلاح نوي توحيد منوي. هذه إنسان طاهر ومس نوي توحيد منوي. ولا قبول لأعماله إلا به، هذه توحيد فيها وإهم إبس تكون ألاق عملتك قبول ويجن نوي. إبهي الله سبحانه وتعالى على كرا إمها عملتك قبول قرب مني متوحيدك متيجا بنابك عند عملتك كما. فإذا فقد التوحيد لم ينتفع العامل بعلمه، لم ينتفع العامل بعمله. فالتوحيد قلجك مغاونيام عمل قرا ميهاك عملكم إبس فايدة نقران. ولم يستفيد من عبادته، هذه أين قرا إبس ألوكمكم أين يفايدة نقران. لأن التوحيد هو أساس قبول الأعمال. إنها مكشور توحيدك أي عملت قبول ومج أساس. إمها عملتك بنا وانجهني توحيدك مجا. توحيد إكباب جك مغاونينما إبهي مي توحيدك تنبان كوري إبن أنبك مغاوينما بس. الله سبحانه وتعالى على كرا إبس عمل قبول نكربان أي إينا وربلي واندين كوري كمغاوينما بس. فبه تكون صحيحة مقبولة، إكمغا وني عمل تصح وقبوله. وبانتفائه تكون باطلة مردودة، هذه توحيد دوك الله في كمغا ونيام اعملك باطل وجن وعمل رد وجن وعمل. كما قال تعالى
الله تعالى وحي كربي فدائن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أدي هم كشورون كليغ فانا وحي كربي أدي كليغ فانو كوريغ بيفون بس وحي كربي لئن أشركت ليحبطن عملك كليغ فانو شرك كربي كمغا بينما بس كليغ فانو عمل فلتا باطل كربي اسكن كشوري ولتكونن من الخاسرين أدي كليغ فانو واهوشي قل هلاكوي ميهم جترين بل الله فاعبد إهن كمكو تبا الله وان ألوكن كراشي هما إكني الله وان ألوكن كراشي وكم من الشاكرين أدي الشكر ورين جترين تبا واشي. سبحان الله. الله تعالى مي وحي كربني مي بمتي قولن إمي ما إنسانونجي حقوغا وحي كربي بسفلو إمي ما إنسانا محمد صلى الله عليه وسلم إسوى قصفا وفافتك أنن إن هريها فافة فستوى دبي صاحباك حقوغا الله تعالى وحي كربي كاليغ فانو شركو كربي كمغابين مبس كاليغ فانو إميها عمل فلوتك باتك بيسكن كشوري دينكو باتو أهر من فدا نكمتينجي حالو أهر من فدا نكمتي ميهنجي حالو هناني فهيك هنكم با ويما أهر من توحيد أنجني دسكو يا إقوتن عمل كرون ما مهم وجنبه ما بين بدو وجنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديث القربي من حديث الأسفاني أبو داود جاء دي الإمام الألباني رحمه الله إبي فلاك صحيح السنن أبي داود جاء من حديث الصحة روافة حديث القاواني الدعاء هو العبادة دعائك أي أركمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس كيبين رواك روافة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربي ابن عباس رضي الله عنه إكديك فانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربي إذا سألت فاسأل الله تبا كما كان إدي دنوانيا فهي تبا الله وان إدي دنواشي وإذا استعنت فاستعن بالله أدي تبا كما كن تبا كما كن إهي تري كما إدي كما وانيام الله سبحانه وتعالى حضرة إهي تري كما إديش. وعلم أدي تبا يقين كراش أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أدي تبا يقين كراشي هما كشورون مولي أمين إكو تبايا فايدا دين من إبك مغابين ما بس هما كشورون الله تبايا إفايداي لبما فانواها هندكو إفايداي تبايا كنو لبينتي. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء أدي تبايا قلما الدينما مولي أمين إكون إبك مغابين ما بس لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك تباغ مجا إقل من الله سبحانه وتعالى ليوافا نواها هندقو تبايا كان إكما كن قل من ندبين رفعت الأقلام وجفت الصحف قال أفلج فتلبج. من حديث الرواك روافا وني الترمذي أدي الباني رحمه الله إبي فلاغي صحيح سنن الترمذي من حديث الصحة روافا. وقد دلت سورة الفاتحة على هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد. سورة الفاتحة دلالة قرني توحيد متنبا لبيت يخون أهر من فريم قطوغا من علم أنجني جنفك مغوانينما أهر من حياة بعد جبر وجندانه إبس كمكا مدوغا ما يوسن نوانه هتام قرن جه إبس كمديمين نوانه إهني إينا وني يقين كم متيغا توحيدغا متيغا وعلا إينا وني فريهم يقين كم متيغا مولي أمين إمها ميستكون اتنكن إبه إينا فايدة دين ونكم غابيس إينا فايدة ندوينكن الله سبحانه وتعالى إينا فايدة دين من ليوا فانواها هندك يقين كن إينا جونان
adi emmen ena gellumen dengunu kamga winama wes Allah subhanahu wa ta'ala ena ya gellumen libuma liwa fanuha hindako evves mihakan ena gellumen nu devene kan ena yaqinwan tawhidul ahl wariya hunnani e yaqin kammatiga e hinhama jehumuga فقوله الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى وحي بسفل كما الحمد لله رب العالمين الحمد مي آية كما الحمد إجمانيك هو الثناء على الله عز وجل وعلى أسمائه الحسنى إبني الله عز وجل ريوتي بجنوا ثنايا هذه ريوتي بجنوا ننفلت كن ثنايا مدح كياف وصفاته العظيمة ونعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى هذه مئات كميوني ماتيوري بجنوا إله صفة فلتا صفة الله سبحانه وتعالى ماتيوري بجنوا نعمتا كي أي على نعمتا جنا عدد كوريكم غابين ما بس جنا عدد نكوري بها جنا بجنوا نعمتك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله سبحانه وتعالى نعمة تأتيبا عدد كوريكم غابين ما بس لا تحصوها نعمة جنا عدد نكوري بينته مع حبه سبحانه وتعالى فيحمده العباد على الله سبحانه وتعالى حمدا شكر دنوان جهني ثناك ينجهني لوي بايك إبهي على الحمد لله مفدا إنكيايرو كينجهني لوي بايكوغا الله سبحانه وتعالى أي لوي بيجي بركمو أي لوي بايكوغا كينجهن لجلاله وكماله وعظمته أي لاهوغا ماتيوري كما فريها مكم همة جنسكين يا إكو الحمد لله الله سبحانه وتعالى حمدا ثناك يمان ولأنه المنعم المتفضل المان على عباده بصنوف النعم وأنواع المنن إني ما كشر الله سبحانه وتعالى تفات باب باوتك نعمة الدبا إكي باب باوتك نعمة الله سبحانه وتعالى إلهك ألايا دب رسكالانج فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد والثناء إني ما كشر الله سبحانه وتعالى حمد ثناء كيا ميهنج ورفراء وأكمل أحوال العبد أن يكون حامدا لله الله سبحانه وتعالى حمدا شكر دنوا كما ونيام على أحوال تفره موان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القروافة إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القروافة هم كشور علاق كبين الله سبحانه وتعالى روحي ودقنوته أن يأكل الأكلة فيحمده عليها على كائت كافك مغا ونيام إله حمد كرما أو يشرب الشربة فيحمده عليها نواتا بويم بويفك مغا ونيام إله حمد كرما الله سبحانه وتعالى لو بي ودغنوته إله روحي ودغنوته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هارف لبيو متك إكليغ فانو إلدان قل وداغن في هندو إكليغ فانو حديث القرب ودالوه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي رواه مسلم من حديث رجماني الحمد لله إمها حمد ثنايا تعريف حق جمعني الله شيء إكالانجي علمنا كان دفا علمنا بون دفا علمنا فدي وديجموا أدي علمنا هي وهي كان دفا رس كالانجي فكم ممن لا كافي له فهي كتمي هنن هي فودي نواني أدي كتمي هنن هي وهي كان لي نواني ورب العالمين أدي آية قدونا باقا ورب العالمين فيه الإيمان بربوبية الله مي باقا ميواني الله سبحانه وتعالى ربوبية إيمان بون كريم مئات كري باقا واني الحمد لله